كنت راجع من القاهرة لبنها في ميكروباص، وبعدين الميكروباص كان مليان زيادة عن اللزوم أيام الدراسة. فالمهم الميكروباص عمل حادثة واتقلب، وبعدين كنت بحكي لواحد صاحبي فقال لي، فبقول له حصل كذا كذا حادثة والميكروباص اتقلب وبتاع، بس الحمد لله أنا خرجت مش عارف إيه. فقال لي طب والباقي؟ قلت له لا باقي إيه، أنا كنت دافع جنيه. فهو كان يقصد باقي الركاب اللي هم تقريبا كلهم ماتوا. ففجأة الموضوع الدرامي قلب ضحك هستيري وأنا فاكره بيسأل على باقي الجنيه. رشا اكتر ماده كنت بحبها من المدرسه وشاطر فيها ولا ماده، وما كنتش شاطر في ولا ماده. لا الحقيقه انا كنت بحب الرياضيات اللي هي، وكنت بحب الاحياء، وكنت بحب اي ماده ليها علاقه بالفنون. يعني احنا كنا عندنا ماده كده بنعمل فيها زي الاشغال والرسم والحاجات دي. بس انا كنت بحب والتاريخ. يعني انا برضو من الحاجات القريبه ليا التاريخ. بيتهيألي الفيلم اللي انا ممكن اكون اتمنيت اغير نهايته هو فيلم الف مبروك. يعني يعني الناس تفتكر انه مات في اخر الفيلم، ولكن نكتشف ان هو في اخر لحظة ما ماتش بطريقة ما اعرفش ازاي يعني. بس جايز ده ممكن من الافلام اللي انا ممكن احب اكون اغير نهايته. الف مبروك. اسراء الطريقة المثلى او الطريقة التمام عشان اعرف اهرب بيها من رامز جلال، ان انا ما بردش عليه في التليفون قبل رمضان ب4 شهور. فما بيعرفش يلاقيني، فخلاص لغاية اول يوم رمضان ارد عليه عادي بقى وابارك له واقول له تمام وكده. لان هو بيعمل حاجات ممكن تفهمها بقى. عصف ذهني، كلمة السر. بس انا هفضحك، دي منى فوزي مؤلفة الفيلم، عايز اشكرها على تويتر لانها عملت مجهود جبار 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 حقيقي. ميرسي يا منى انك عملتي الفيلم ده في التوقيت ده، ما تعبتيش ما زهقتيش ما مليتيش، وعملتي نتيجة هايلة. حقيقي حقيقي انا بشكرك، وبقول لك يعني يا رب يكتب لنا النجاح وتشوفي تعبك نجاحك قدامه. انت اللي بتساليني اخبار الاكل ايه. الكنبه تشهد اللي انا نمت عليها بعد ما اكلت، وحاولت اقوم ما عرفتش اقوم، الاكل كان رهيب. نمت. المهم ان انا نمت وقمت وكلت تاني، يعني كلت تاني من نفس الاكل ونمت تاني. الحمد لله ان انا جيت لحقتكم اصلا، انا كان زماني نايم على الكنبه. يا شلاوي كل سنه وانت طيب. يا شلاوي مش انت قلت لي اقول لك كل سنه وانت طيب في المايك؟ فانا بقولها لك في المايك دلوقتي، لو كنت قلتها لي في الكاميرا كنت عملتها لك كده. كل سنه وانت طيب يا شلاوي. عيد سعيد، وعيد ميلاد سعيد، وراس سنة سعيدة، وراس سنة هجرية سعيدة، وعيد عمال سعيد، وفالنتاين سعيد، عشان يبقى عندك كل السعادة. ايه اقل من السؤال ده؟ بتحبيني جدا ليه؟ والله ما اعرف، مش عارف على ايه. ده انا شخص يعني غريب قوي. ما اعرفش والله. آه بس انا مبسوط انك بتحبيني جدا، وانا كمان بحبك جدا. سمورة أنا يعني بكتب فعلا دلوقتي حاجة تانية، بكتب كتاب تاني المفروض واصل فيه الربع تقريبا يعني. شغال فيه في الأيام دي، كل ما ببقى عندي وقت فاضي بقعد أكتب فيه. إن شاء الله أوعدك إنه قريب جدا أحاول أخلصه وأقفله ويكون موجود في السوق بإذن الله إن شاء الله، بس ادعيلي. إيه أقل من السؤال ده؟ بتحبيني جدا ليه؟ والله ما أعرف، مش عارف على إيه. ده أنا شخص يعني غريب قوي. ما اعرفش والله. آه بس انا مبسوط انك بتحبيني جدا، وانا كمان بحبك جدا. بصوا انا بحب في الغالب اقرا روايات و... وخصوصا روايات نجيب محفوظ. وبحب اقرا كتب فلسفه. انا انصحك انك تقرا فلسفه في الاول، كتب فلسفيه بسيطه يعني ما تبقاش معقد قوي. الفلسفه بتعرفك حاجات كتير قوي في الدنيا وفي الناس. فاعتقد ان الفلسفه بتفيد قوي اللي بيقراها يعني. احمد انا بحب الكلاب من وانا طفل حقيقي. يعني اول كلب ربيته كان كلب بلدي صغير كده، كان في الشارع وجبته، كنت وقتها عايش في جدة وربيته واهتميت بيه جدا وبتاع. ومن ساعتها وانا بحب الكلاب جدا يعني بربيها طول الوقت. و... وعندي دلوقتي جولدن ريتريفر، وعندي نوع اسمه كانا كورسو، شكله وحش قوي كده بس هو طيب.